بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في اختبارات نماذج استرشادية في الجبر للصف الأول الإعدادي، اختبارات شهر فبراير. بسم الله. بالنسبة للاختبار الأول، الاختبارات دي قوية جدا، مش هيخرج منها الامتحان إن شاء الله. هو بيقول لي ضعف العدد 2 أس 20. يعني إيه؟ يعني 2 أس 20 في 2. الاتنين دي فوقها واحد ما بيتكتبش، يعني 2 أس 21. طيب -3/5 لكل أس -2. لما يبقى الأس بالسالب يعني بيقول لي شقلب لي اللي فوق تحت واللي تحت فوق، تبقى أس 2. ومعناها إن تضرب -5/3 في -5/3 بموجب 25/9. طيب بعد كده بيقول لي -4 أس 0. أي حاجة أس 0 بواحد، أي حاجة أس 0 بواحد. طيب أوجد في أبسط صورة. أروح جاي كده أقول له تعالى، مش كلهم س، فوق في -2، فوق في موجب 7، تحت في 3 تطلع فوق بالسالب، هيساوي س أس 2، لأن -2 و-3 -5 وموجب 7 يديني موجب 2. طب بيقول لي عوض عن س ب2، يعني نشيل س وحط 2، وفوقها 2 يعني 2 أس 2، يعني 2 في 2 يعني ب4. طيب الاختبار التاني بيقول لي والله اجمع لي دول. طبعا انت لو خدت عامل مشترك من دول لان شبه بعض هتاخد 4 أس 3. فاضل جوه هنا 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1، لان لما تيجي تدخله جوه القوس تاني 4 أس 3 في 1 ب4 أس 3 زائد 4 أس 3 في الواحد التاني ب4 أس 3 وهكذا. طيب القوس ده هيساوي ايه؟ 4 أس 3 في 1 وواحد 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 4، والأربعة دي فيها واحد ما بيتكتبش، يبقى 4 أس 4. تمام. طب إذا كان س بتساوي نص، فإن س أس-3 يعني نص أس-3. عايزها بالموجب، يعني 2/1 الكل أس 3، يعني 2/1 في 2/1 في 2/1 ب8. طب 27 من 1000 يعني 27/1000، دي عبارة عن 3/10 أس كام؟ طب يعني 3 في كام في نفسها كام مرة تديني 27 أس 3 بس. وال10 في نفسها كام مرة تديك ال1000 اللي تحت؟ برضو 3، لذلك قلنا أس 3. اوجد في أبسط صورة كلها تلاتات، فأنا هحط 3 اللي فوق زي ما هم بأشارتهم، -2 و7، ادي -2 وادي الموجب 7. تحت -3 تطلع فوق بموجب 3، وتحت 6 بالسالب تطلع فوق بالايه؟ بالموجب تطلع فوق بالسالب. يبقى 3 أس -2 وسالب 6 -8، 7 و3 10، 10 ناقص 8 2، يبقى 3 أس 2، 3 في 3 ب9. الاختبار الثالث، 3 أمثال العدد 3 أس 4، يعني 3 في 3 أس 4 هيساوي 3 أس 5، لأن هنا أس 1 واحنا في الضرب بنجمع الأسس. طب المعكوس الجمعي للعدد ده؟ طب العدد -2 أس 3 يعني -2 في -2 في -2 ب8. المعكوس الجمعي بتاعها موجب 8. طب لو عندي أ بتساوي 5 أس س وب بتساوي 5 أس -س، يبقى أ في ب يعني 5 أس س في 5 أس -س هتساوي 5 أس س -س، يعني 5 أس 0، وأي حاجة أس 0 بواحد. تمام. إذا كان س بتساوي -نص وصاد بتساوي 2/3، اوجد قيمة 4 س تربيع، يعني 4 شيل س وحط -نص تربيع، زائد 27 شيل صاد وحط نص 2/3 أس 3، يبقى 4 نص في نص بربع، يبقى 4 في ربع، وهنا زائد 27 في الاتنين في نفسها 3 مرات ب8، والتلاتة في نفسها 3 مرات ب27. هنا 4 مع ال4 فيها 1، زائد 27 مع ال27 فيها 8، 1 و8 هيديك 9. بكل سهولة، امتحانات ما فيهاش مشكلة. طيب في الاختبار الرابع، طبعا الكلام ده اتشرح بالتفصيل في الحصص. هنا نص أس 3 يعني نص في نص في نص بيساوي 1/8. 1/8 دي
بكام في المية؟ يعني لما انا اضربها في 100 يعني 100 على 8. طب 100 على 8 فيها كام؟ تمام كده، يبقى هو يقصد 100 على 8 فيها كام؟ فيها 12.5 في المية، مش 12.5 بس، لان دي 100 على 8 في المية، لان انا ضربتها في 100 على 100 عشان اجيبها كام في المية. خلاص تمام. طيب س أس 9 على س أس سالب 6، ادي س أس 9 على س أس سالب 6. هحط السين، ادي 9 السالب 6 تطلع فوق بموجب 6، يبقى س أس 15 بالموجب. طب إذا كان أ أس 26 زائد أ أس 27 يساوي صفر، فإن أ بكام؟ ده كلام جامد. يعني إيه أ أس 26 زائد أ أس 27 يساوي الصفر؟ مثلا هنقول، خلي بالك السؤال ده ذكي، طبعا هو اتشرح برضو بس عشان نفهمه أكتر تعالى نشرحه في صفحة لوحده. أ أس 26 زائد أ أس 27، هو هنا بيقول لي أ أس 26 زائد أ أس 27 يساوي صفر. يعني ايه ده؟ خلي الالف دي باي رقم في الدنيا. انا لو قلت لك مثلا 2 أس 3 زائد 2 أس 4 يساوي الصفر، طب يا مستر عمر ال 2 أس 3 زائد 2 أس 4 ما تساوي الصفر. يعني 2 أس 3 ب8 و2 أس 4 ب16، عمرهم ما يساوي الصفر. فاهمني؟ طيب لازم يبقوا بالسالب، دي اول حاجه، عشان سالب 2 أس 3 معناها سالب في سالب في سالب بسالب 8، وسالب 2 أس 4 هتبقى بموجب 16، فهتديني برضو موجب 8. لكن ابتدى عشان خاطر في سالب وده أس زوجي وده أس فردي وده أس زوجي، فيبقى في رقم بالموجب ورقم بالسالب، يبقى في أمل إن أنا أقرب من الصفر. طب الحاجة التانية، الرقم نفسه ممكن يبقى كام؟ ما ينفعش الكلام ده إلا مع الواحد، ما ينفعش الكلام ده إلا مع الواحد. فأنا لو قلت لك واحد سالب واحد، كمان سالب واحد أس 5 تمام زائد سالب واحد أس 6، هنا هتضرب السالب واحد في نفسه 5 مرات فهيديك سالب واحد، وهنا هتضرب السالب واحد في نفسه 6 مرات فهيديك موجب واحد، فسالب واحد وموجب واحد يديك صفر. فالحالة دي ما تتصلش إلا مع الواحد فقط، مع السالب واحد فقط، كمان السالب واحد. تمام كده؟ لأن السالب واحد طالما فوقيه زوجي هيطلع لك موجب واحد، وهنا فوقيه فردي هيطلع لك سالب واحد، واحد ناقص واحد صفر. إن شاء الله يحط 1000 أس 999 فردي يبقى بسالب واحد، وألف واحد أس 1000 بعدد زوجي ال1000 يبقى يديك موجب واحد، موجب واحد وسالب واحد هيديك إيه؟ صفر. سؤال مهم، اختصر لأبسط صورة. سالب 4 طبعا الكل أس 2، فأنت هتضرب الاتنين في دي. خلاص؟ طيب 2 في سالب 4 بموجب 16، أس 3 في 2 بألف أس 6، ب أس 4 في 2 ب أس 8 على سالب 2 أس 4 يعني سالب 2 في سالب 2 في سالب 2 في سالب 2 ب16، ألف قرعة يعني واحد في 4 ب4، ب أس 2 2 في 4 ب8. طيب 16 على 16 راحت، ألف أس 6 على ألف أس 4 فيها ألف أس 6 ناقص 4 يعني ألف أس 2، ب أس 8 على ب أس 8 راحوا مع بعض، يبقى اتفضل لي ألف أس 2. قال لي اوجد القيمة العددية ألف ب2، يبقى 2 أس 2 يعني 2 في 2 ب4، 2 في 2 ب4. واحد بيقول لي طب افرض يا مستر انا ابتديت اعوض من الاول خالص، شلت الالف وحطيت 2 وشلت الب وحطيت 1، براحتك، بس الاحسن الطريقه دي. هتعوض طبعا الف ب2 أس 3 ب8، وب في 1 8، سالب 4 في 8 بسالب 32 أس 2 يعني سالب 32 في سالب 32 ده فوق. هتيجي تحت ألف ب2 وب أس 1 يعني 2 في 1 ب2، و2 في سالب 2 بسالب 4، سالب 4 أس 4 يعني 16 في 16 بالموجب. تمام. وفوق 32 في 32، 32 على 16 فيها 2، و32 التانية على 16 التانية فيها 2، 2 في 2 ب4. فزي ما تحب الطريقتين معاك، ولكن هو عايز يشوفك ان انت بتعرف تستخدم الأسس استخدام ايه صحيح. الاختبار الخامس هنا بيقول لي 2 س أس سالب 3 بيساوي 2 على كام؟ يعني 2 على كام؟ يديني 2 أس س أس سالب 3. طبعا 2 على س أس 3 لأن دي هتطلع فوق بأس س أس سالب 3. تمام معايا؟ تمام. طب إذا كان س بتساوي ص، ف3 على 5 أس س ناقص ص، ما هو س بتساوي ص يبقى س ناقص ص بكام؟ بصفر، وأي حاجة أس صفر بواحد. طيب 3 من 10 أس سالب 1،
زائد 3/10 أس سالب 1 زائد 3/10 أس سالب 1 يديك كام؟ ده سؤال ذكي. وخلي بالك حاطط على 3/10 فوق منها صفر، اللي هو الدرس الأول في الترم الأول. الدائرة السوداء دي معناها إن دي مش 3 واحدة، إن دي تلاتات كتير. وتلاتات كتير دي يعني إيه؟ يعني 3 مش 3/10، يعني تلت. خلاص، يبقى دي معناها تلت أس سالب 1، ودي تلت أس سالب 1، ودي تلت أس سالب 1. أس سالب 1 يعني تجيب البسط فوق، المقام فوق والبسط تحت، تبقى دي 3 ودي 3 ودي 3. طب 3 و3 و3 9. سؤال مهم جدا. طب احسب قيمة ده. 10 أس 4 ما فيهاش مشكلة. في 1 من 1000 يعني 1 على 1000، يعني 1 على 1000 أس 2، وتحت 10 أس سالب 3 ما فيش مشكلة. الواحد على 1000 دي يعني 1 على 10 أس 3، وفوق في 2 من الأول، يعني 1 على 10 أس 6، يعني 10 أس سالب 6. إذا دي كلها تنفع تشيلها وتحط 10 أس سالب 6. فهيبقى المسألة 10 أس 4 في 10 أس سالب 6 على 10 أس سالب 3. طلع التلاتة فوق، يبقى 10 أس 4 سالب 6 موجب 3. أدي الأربعة وأدي السالب 6 والسالب 3 هتطلع فوق بموجب 3. يبقى 10 أس 1، 4 ناقص 6 سالب 2 زائد 3 موجب 1، و10 أس 1 يعني 10. الفكرة فين؟ في 1 من 1000 دي. 1 من 1000 يعني 1 على 1000، يعني 1 على 10 أس 3. ده في 2 من الأول اللي هي دي اللي فوق دي، يبقى 3 في 2 ب6، يبقى 1 على 10 أس 6، يعني 10 أس سالب 6. دي كانت فكرة المسألة. بكده نكونوا خلصنا امتحانات الجبر. يا ريت تحلوها تاني لوحدكم، امتحانات فيها أفكار حتى لمنهج آخر السنة. احتفظوا بالمسائل دي، مهمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.